شايف الراجل الطيب اللي بيبيع بطيخ ده؟ الراجل ده فضل واقف اليوم كله معلق اليافطتين دول. ففي واحد معدي شاف اليافطتين دول وراح فكر زي اللي انت بتفكر فيه بالظبط، ايه الهبل اللي انا شايفه ده؟ فراح اشترى بطيخه وركب العربيه بتاعته، غاب نص ساعه رجع اشترى بطيخه تانية، غاب نص ساعه ورجع اشترى البطيخه الثالثه. وجه وهو بيشتري البطيخه الثالثه قال له على فكره انا ضحكت عليك، انا اشتريت 3 بطيخات ب 9 جنيه بس مش ب 10 جنيه. وراح ضحك ضحكه سخريه كده وسابه ومشي. فالراجل قال له يا باشا بالهنا والشفا، حلال عليك. وبعد ما مشي الراجل قال لنفسه كل ما زبون يجي يشتري مني 3 بطيخات مش بطيخه واحده يديني درس في الفلوس. في عالم اقتصاد اسمه دان ايرلي لاحظ حاجه غريبه في المواقع اللي هي بيبقى ليها اشتراك زي المجلات كده. لقى نوعين من الاشتراكات، اشتراك اونلاين سبسكريبشن بس ان الواحد يتابع المجله دي اونلاين بس ب 59 دولار، او برنتد اند اونلاين سبسكريبشن ان الواحد يتابع اونلاين المجله وتجيله في نفس الوقت مطبوعه على بيته، وده كان ب 125 دولار. المهم عمل استطلاعات راي وشاف النتيجه في الاخر، ولقى ان الناس مالت اكتر للاختيار الارخص اللي هو الاونلاين سبسكريبشن اللي هو كان ب 59 دولار. تقريبا 68% من الناس اختاروا الاختيار الارخص، و32% اختاروا الاختيار اللي هو يجي لهم مطبوعه وفي نفس الوقت يشوفوها اونلاين. فجه دان ايرلي وعمل حركه صايعه شويه، وهو انه حط اختيار ثالث اللي هو برنتد بس، انه انت مش هتعرف تشوف المجله دي او الاخبار دي اونلاين، ولكن اول كل شهر هتجي لك مطبوعه على بيتك ب 125 دولار اللي هو نفس قيمه البرنتد اند اونلاين سبسكريبشن. فايه اللي حصل لما حط الاختيار الثالث ده؟ لقى ان 16% بس اختاروا الاختيار الارخص اللي هو اونلاين سبسكريبشن بس، و84% اختاروا الاختيار ابو 125 دولار اللي هو برنتد اند اونلاين سبسكريبشن اللي هو ما حدش اختاره اصلا في المره الاولانيه. والاختيار الثالث اللي هو ضافه جديد اللي هو برنتد سبسكريبشن بس ما حدش اختاره. انت شايف النطه اللي حصلت من الاختيار الاولاني للاختيار الثاني بسبب ان في اختيار ثالث ظهر ملوش لازمه ومحدش اختاره، بس شاف قد ايه غير توجهات الناس وارائهم؟ هو ده اللي بيتسمى الديكوي افكت او نظريه المصيده او الطعم، وهو ببساطه احداث تغيرات في توجهات واراء الناس وهم بيختاروا ما بين حاجتين عن طريق انك تحط لهم اختيار ثالث مش هيتماشى معاهم. طيب خلينا ادي لك مثال تاني انت اكيد اتعرضت له قبل كده. انت دلوقتي داخل سينما وحبيت انك تنقنق في شويه فشار وانت داخل، فرحت لبتاع الفشار قال لك يا باشا في 3 احجام، لقيت الحجم الصغير ب 10 جنيه ولقيت الحجم الوسط ب 15 جنيه ولقيت الحجم الكبير ب 17 جنيه. فلو انت قدامك الحجم الصغير والحجم الكبير بس اللي هو ب 10 جنيه واللي هو ب 17 جنيه، الفرق نسبيا كبير تقريبا داخل في الضعف، فخلاص ساعتها الامر هيبقى شبه محسوم بالنسبه لك. لو انت الفيلم طويل وجعان هتجيب الحجم الكبير، لو انت عايز تنقنق بس في اول الفيلم شويه هتجيب الحجم الصغير. بس لما تحط قدامك الاختيار الثالث اللي هو الحجم الوسط اللي ب 15 جنيه اللي هو فرق 5 جنيه من الحجم الصغير، فرق 2 جنيه بس من الحجم الكبير، فانت دلوقتي المهمه اتصعبت عليك شويه لان انت شايف ان انت لو جبت الحجم الوسط فانت كده هيضحك عليك. طب ما تضيف 2 جنيه وتجيب الحجم الكبير حتى لو انت مش في احتياج كافي للحجم الكبير ده، بس ايه اللي يخليك توفر 2 جنيه بس في حين انك ممكن تزودهم وتجيب اكبر حجم موجود؟ وفي نفس الوقت الحجم الصغير بقى بالنسبه لك دلوقتي اقل من انك تجيبه او القيمه بتاعته مش متناسبه مع الحجمين التانيين، ففي الغالب الامر هينتهي بيك انك هتجيب الحجم الاكبر لانه دلوقتي انسب اختيار ليك حاليا. وهو ده الديكوي افكت. صاحب المنتج او السلعه اللي انت بتشتري منه حط لك اختيار ثالث او سلعه او منتج تاني هو اصلا مش في دماغه انت تشتريها ولا لا، هو بس حطها لك عشان تشتري السلعه او المنتج اللي فيه ربح اكتر ليك. والاختيار الثالث الجديد ده اللي هو لسه محطوط دلوقتي عشان يلخبطك اسمه في علم النفس اسيمتريك دومينانس، يعني حاجه غير متماثله مع الاختيارات الثانيه، فيها حاجه غلط كده اول ما تشوفها، فيها حاجه ناقصه مش مظبوطه مش مريحاك، وفي نفس الوقت سعرها او قيمتها قريب قوي من الحاجه اللي انت بتدور عليها او شايفها ايديال بالنسبه لك. نرجع تاني لعمنا بتاع البطيخ. انت دلوقتي شايف يافطتين، يافطه فيها 3 بطيخات ب 10 جنيه ويافطه فيها كل بطيخه ب 3 جنيه، فانت دلوقتي عقلك حط لك اختيار ثالث انك ممكن تجيب 3 بطيخات ب 9 جنيه مش ب 10 جنيه، وبكده هتبقى ضحكت على الراجل ده انك اشتريت منه 3 بطيخات ب 9 جنيه مش ب 10 جنيه زي ما هو عامل الاوفر او عرض عليك. الاختيار اللي هو الثلاث بطيخات ب 10 جنيه هو ده الاسيمتريك دومينانس او الاختيار الغير متماثل، اللي لما انت فكرت فيه لقيته غير منطقي او في حاجه غلط مش مريحاك، فقررت انك تروح للاختيار المثالي ليك او على الاقل اللي هيخليك مقتنع انه ما ضحكش عليك. وفي الاخر البايع هو اللي استفاد، هو باع 3 بطيخات بدل ما انت كنت رايح تشتري منه بطيخه واحده. فبعد كده وانت رايح تشتري بطيخ او انت رايح تشتري فشار افتكر الديكوي افكت، افتكر انك بتضحك عليك، وافتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، وسبسكريبشن للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه ولا لسه.